السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. سمعنا أنه في استغلال للبنات اليمنيات أو المغتربات اليمنيات أو للبنات بشكل عام من أي جنسية تكون في مصر. الاستغلال هذا بيتم عبر أنه في مجموعة مروجين أو خلينا نقول جرارين، تمام. بيزوجوهم على أشخاص من الولايات المتحدة الأمريكية. الأشخاص هذول بيستغلوا وضع البنات اليمنيات اللي للأسف أغلبيتهم في الشارع، خلونا نتكلم بصراحة، تمام. نازحة، إنسانة نازحة مسكينة الله. فطبعا الذئب هذا الذي هو مغترب في أمريكا بيجي على أساس أنه متعة لفترة معينة ويفلت. منهم من بيفلتها معلقة، تمام، بعد ما ياخذ اللي يريده بشوية قروش، ومنهم اللي بيطلق. طيب، البنت اليمنية أولياء الأمور، صحصحوا معايا وركزوا واسمعوا هذا الفيديو قبل ما تزوجوا بناتكم لمغترب في أمريكا، بالذات في أمريكا بالذات. أقول 100 خط، مليون خط تحت المغترب اللي في أمريكا، مع احترامنا لأولاد الناس الشرفاء المحترمين. ما لناش دخل، احنا ما بنتكلمش عليهم في هذا الفيديو، احنا بنتكلم على الصيع ومافيات الاتجار بأعراض اليمنيات أو غير اليمنيات. طيب، ال ال البنت لما بيجي لها هذا اليمني اللي هو في أمريكا، طبعا في بنات يعني غبيات، في بنات ما فيش عندهم وعي، مهفوفة، مجرد شوية قروش. هي يعني هدفها في الحياة انها تتزوج شخص عنده فلوس بس، يدعسها، يضربها بالجزمة، يلعن والدين والديها، مريض نفسيا، مدمن مخدرات، سكير، عربيد، جاء من ظهر كلب، المهم انه هو عنده فلوس. وهذا شيء غلط لازم تغيره، لان هذه النقطة بيجيلك منها اشخاص كثير يستغلوك. هذا اولا. ثانيا، مهما كانت حالتك صعبة، حتى لو تكوني بتسفي التراب في الشارع، لا تجعلي أحد يستغلك، تمام. ثالثا، أولياء الأمور والبنات اسمعوني هنا كويس، لما يجي شخص مغترب في أمريكا، حتى لو داخل اليمن، حتى لو جاب أهله وتقدم لها بشكل عام، أو يعني ادى أهله وادى المهر وادى العادات والتقاليد وفعل لها عرس انتبهوا، 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 لأنه في حالات حصلت أمامي حتى داخل اليمن، أنه جاء عقد له على واحدة وسافر أمريكا وقعد يلعب هناك وترك بنت الناس، لا رضي يطلقها، ولا رضي يرد عليها، ولا رضي يرد على أهلها، ولا رضي يفكها، وهي بالتالي كمان ما فيش عندها كرامة أنها تفسخ منه في أي محكمة. لما يجي المتجنس الأمريكي هذا يجي يتقدم لبنتكم، تمام، اختبروا، اعرفوا لفترة، اوكي، يجي يخطب بس لا يعقد، يجي يخطب بس. يا جماعة الخير انتبهوا وفتحوا لي عقولكم. يجي يخطب بس، اوكي، انت هنا بتأمن بنتك، ما انتاش يعني كيف اقول لك، اتمكني عادات وتقاليد، هذه اركن على جنب، اخرج من الفيديو. في حاجة اسمها فيزة المخطوبة للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الرجل هذا لو كان صادق، تمام، اشرطي عليه انه انتي حتدخلي الولايات المتحدة الأمريكية كخطيبة له، ومن ثم تتزوجي فيه. فيعطوكي 3 شهور، اعتقد 3 شهور لإتمام الزواج في الولايات المتحدة الأمريكية، اسم الفيزا K1، تمام. تمام. إذا الرجل والله نيته سليمة وابن ناس ومحترم وكويس، راح يوافق عليها، ما عندوش أي مشاكل. أنا بتكلم هنا للناس الواعية، مش البنت اللي هي حتدخل لي مهفوفة يضحكوا عليها في أمريكا وكذا وبعدين ترجع تتبهدل، لا، تدخل بفيزا مخطوبة، معاها 3 شهور في أمريكا، إتمام الزفاف هناك، وتتمم زفافها هي وهو هناك. ممكن إذا حابة تعمل لها هنا زفاف شكلي، يعني حفلة شكلية عند أهلها، ما فيش أي مشاكل. إذا قدر أنه أيضا يدخل أحد من أهلها معاها، يدخلهم، تمام.
في فيز أعتقد AB3 كجليس أطفال أو جليس كبار سن أو غيرها، ممكن يعامل لك عليها، أو ممكن يشوف أي طريقة كانت. يعني الزواج لا يتم إلا وقد فتح لك ملف هجرة داخل السفارة الأمريكية. أنا ما عنديش فكرة هنا إنه هل السفارة الأمريكية زي بقية السفارات في بعض الدول أنت ممكن تطلب إنك تتزوج زوجتك داخل السفارة، إنه يتم العقد داخل السفارة. إذا كان هذا موجود، بس ما أعتقدش إنه في أمريكا موجود، ممكن إنكم تتمموا. هذا الحل الثاني. الحل الثالث، لو كنت أنت محزق قوي و يعني مصر إنه الشخص هذا يعني انه لازم يعقد على بنتك، بس بمحاذير، وبتتحمل مسؤولية اللي يحصل بعد كذا لو هو ما رضيش يتمم الزواج. تمام. الشخص هذا لا يدخل بزوجته إلا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم حفل الزفاف الأخير داخل الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى لازم تكون ضامن، أو أنت ضامنة نفسك ضمان كامل، أنه أنت ما تطلعيش مع الشخص هذا بعد العقد. أنت ما يجيش ويقول والله يا جماعة الخير هذه مرتي ويدخل بها، يعني ما حدش يقدر يكلمه ويقول لك شرعا وقانونا هذه زوجتي. تمام. ما يجيش مثلا يحط لك مخدر زي ما بيحطوا في المراقص. هناك كثير ناس عيال مراقص، فبيستخدموا هذه المخدرات اللي هي يحط للبنت شيء معين أو مخدر معين. تمام. البنت تفقد الوعي على طول، يفعل اللي يريده ويروح، خلاص انتهينا يعني. فلازم تعرفوا وتستكشفوا نوايا الشخص الحقيقية. وأنا أفضل أن البنت إذا كانت أهلها واعيين وهي واعية أنها ما تتزوج هذا الشخص. تمام. إلا رجلي على رجلك، أنا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هناك بيكون لها حقوق، في دولة تحميها، في محاميين. والله لو جاي يلعب بديله وطلع انه متزوج له عدة زواجات ومخبيها على البنت واهلها وجاي يتسلى عليها ويستغلها، اللي هو للأسف يفترض انه هو ابن بلدها، ولكن يعني حسبي الله ونعم الوكيل، ما فيها الدعارة، فبيقوم باستغلالها. لذلك لا تكوني لقمة سائغة لأي واحد كلب، عز الله الكلب أشرف وأفضل من الأشكال هذه. لأي واحد بياع خمرة وبياع حشيش في أمريكا يجي يستغلك بكم، يعني ب1000 2000 6000 دولار 10000 دولار، ولا هي حاجة. تمام. وصدقوني المعاناة اللي حتعانوها بعد الزواج بهذول الأشخاص باسم العادات والتقاليد المعفنة تبعك، راح تعاني وراح تدفع دبل المحاكم والمحاميين اللي علشان يخلصوا البنية من هذا الشخص النتن القذر، اللي بيكون يعني أخذ ما يريد منها، وهو في الحقيقة ذئب يريد الزواج بها لمتعة لفترة معينة ويرميها. وفي الحقيقة هذول في الأغلب بيكون متزوجين يا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يتاح لهم الزواج بامرأة أخرى، أو خارج الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك انتبهوا 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 يا بنات الناس. مش أي واحد جاي لك بجواز تفرحي، مش أي واحد جاي لك بشوية فلوس تفرحي. المهم الأخلاق، المهم أنه رجل صح، أنه ابن ناس يعزك ويصونك. العزة هي من رب العالمين. انت مش منتظرة عيل، يعني على قولة اخواننا المصريين، يجي يعزك ولا يرفعك ولا ينزلك. ان شاء الله حتى تسفي تاكلي من الزبالة افضل لك مليون مرة ما انه واحد زي هذا يجي يلعب بأعراض بنات الناس وبعدين يرميها في الشارع. وبعضهم من شدة المرض النفسي والقذارة اللي فيه بيخليها معلقة. والمصيبة هنا انه لو حصل حمل، هذه مصيبة كبيرة. راح تتحملي، بدل ما تتحملي بنفسك تتحملي بنفسك وتتحملي بطفل في أحشائك. لذلك أولياء الأمور في اليمن، خارج اليمن، انتبهوا وصحصحوا وفتحوا. مش أي واحد يجي لك، والله لو يكون كلامه معسول من هنا لمليون سنة. مش أي واحد يجي لك إن شاء الله حتى يدفع لك 10 مليون دولار تقبله. تمام. في ناس كثير ما عندهم لا ذمة ولا ضمير ولا دين ولا إسلام في الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الصيام ما بيصوم، حتى الصلاة ما بيصلي، خمر بيبيعوا، حشيش بيبيعوا،
مخدر بيبيعوا شيء عادي، عندهم الرجولة انه انت اجمع فلوس من اي مصدر كان، ان شاء الله حتى يشتغل في الدعارة ما عنده اي مشاكل. كثير من اليمنيات بيحصل حالات طلاق وهي داخل امريكا، يعني هي امريكية وهو امريكي وما بيسدوش. انت عادك تدور لبنتك او تدوري لنفسك واحد يعني ينكبك مثلا. فلو كان هو صادق وفتح لك ملف هجرة من البداية وفعلا يريد يأسس أسرة معك وحبه لك صادق أو طلبه لك للزواج صادق وناوي نية خير، حيظهر من تصرفاته. اللي حيمكنك كيني ميني ومش عارف ايش وطلعة ونزلة واعذار وانت ما تثقيش وانت ما تثقش ويقلب صور وما يعجبوش، الباب يفوت جمل، مع الف سلامة، انتو فلوسك وجنسيتك.